الكرشة والممبار من الأكلات مميزة جدا والمعروف بيها العيد الكبير طبعا لكل الناس اللي بتضحي. إن شاء الله هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة سهلة لتنظيف الكرشة والممبار المصري، والخلطة الحلوة التحفة جدا للممبار، وطريقة حلوة وسهلة جدا لتنظيف الكرشة وطبخ الكرشة برضو. لو أول مرة تشوفوني أنا معاكم مطبخ عامر، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو لو أول مرة تشوفوني. طبعا شايفين شكل الكرشة شكلها ما يسرش قوي، فاحنا هنحاول ننضفها بقى بطريقة سهلة، ولا تنقعها في كربونات ولا ملح ليمون ولا كل الكلام ده. هي كانت عندي من ساعة العيد واحنا غسلناها كويس قوي مفيهاش اي ريحة، وشلناها في الفريزر، طلعناها تفك وكحتناها بالسكينة زي ما انتم شايفين كده، بتتكحت بمنتهى السهولة. اهم حاجة يكون السكينة بتاعتك حامية جدا، هتلاقيها شالت الطبقة دي. بصي يعني مش هتكمل معاكي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير قوي لو هي كانت حالها مزري زي حتة الكرشة اللي معايا دي. هننضفها بقى بضمير كده عشان يبقى يعني مرتاحين من ناحيتها، وما عندناش يعني اي تأنيب ضمير من ناحيتها. ننضفها بقى كويس قوي كده، اي حته فيها سواد ده هنطلعه بالسكينه وبتتكحت معاكي ما شاء الله بسهوله، يعني ما تقلقيش. او بقت نضيفه وبيضه كده هنشطفها طبعا ونسيبها تتصفى، وبعد كده نحط بقى عليها شويه ملح حلوين، ادعكي دعكي كويس قوي من بره ومن جوه. اي زوائد جلديه طبعا هتشيليها، الحاجات اللي بيبقى لونها اخضر او غامقه قوي دي ما ينفعش نسيبها. اقطعي بقى وارمي ونضفيها خالص كده لغايه ما تحسي ان انتي راضيه عنها تماما، واشطفيها برضو. حابه تعصري عليها ليمونه ولا حاجه عادي، الملح والليمون حاجات حلوه قوي في غسيل الحاجات دي. نيجي بقى للممبار بتاعنا، كل ممبرايه كده هنحطها في الحنفيه بتاعتنا وننزل المية في كل واحدة لوحدها على حدة كده. دي بسم الله الرحمن الرحيم كده بداية تنظيف الممبار. طيب هنيجي بقى طب احنا لسه في الطبقة الخارجية، هرش شوية ملح برضو عشان اضمن الدهن اللي عليها من بره ده نضف خالص، مفهوش اي ريحة، مفهوش اي حاجة خضرة ولا الكلام ده كله، لان انا مش بشيل الدهن منه لانه بيدي طعم حلو قوي فيه. عايزة تخففيه شوية خففيه خلاص كده. بمسك كل واحدة من بره ادعكها بالملح كويس قوي لغايه ما الدهن ينضف. لو في حاجه مش كويسه في الدهن ارميها واشطفيه. احنا كل ده بنشطفه من بره بس، وبعد كده هعصر عليه الليمون وكده. انا اطمنت له من بره تمام جدا اهو. برضو همسك كل واحده اشطفها كويس قوي بالميه لغايه بقى ما نيجي تنظيف الطبقه اللي جوه. هتمسكي بقى كل واحده من جوه كده اهو، شايفينها؟ طبعا انت هتحاولي تقطعيه. شوفي بقى انت عايزه تقطعيه قد ايه، بس ما تقصريش قوي دلوقتي. لو انت بتعمليه قصير زي برضه ما تقطعوش قصير قوي دلوقتي لانه هيبقى متعب بالنسبه لك. يعني هنقلب بقى كده زي ما انتم شايفين، لان بيبقى فيه ماده لزجه كده من جوه، اوعي ما تقلبيهوش، لازم الماده اللي جوه دي تتنضف. خلاص هقلبه بقى واقطع بقى الطول اللي انا عايزاه. اقلبي بقى الكميه بتاعتك كلها كده زي ما انت شايفه بطريقه سهله برضو. اهم حاجه يكون عندك صبر بس، واشطفيه بقى كله. وهنيجي بقى نحط عليه نص كيس الملح اللي كان معانا، وهنعصر عليه كمان ليمونه كبيره او ليمونتين، وهنسيبهم شويه ادعكيهم بس في بعض كده وسيبيهم شويه علشان لما تيجي تشطفيه كل الماده اللزجه اللي فيه دي هتنزل بمنتهى السهوله ويبقى نضيف معاكي زي الفل. نسيبهم بقى عشان لما اجي اشطفهم. معايا بقى دي الكرشه شايفينها بقت بيضه وزي الفل ازاي. احطها في حله على النار، ومعايا بصلتين كبار اللي هم متقطعين مكعبات صغيره، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من السكر بتساعد على التسويه، وعشان احنا هنحط طماطم فما بتعملش حموضه. خلاص هقلبها بس تقلبتين 3 كده مع البصل على النار، وبعد كده هنزل بالطماطم بتاعتي ونكون حاطين فيها قرن فلفل اللي هو الحراق لو انتوا حابين. نيجي بقى لخلطة الممبار. هحط نص كيلو من الرز، عايز تغسليه اغسليه، بس ده رز مش بيتغسل يعني او جاي مغسول يعني. هحط بقى معلقه من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من السبع بهارات او بهارات اللحمه، نص معلقه صغيره من القرفه الناعمه بتدي طعم حلو جدا، ومعلقتين صغيرين من الملح. وهحط بس 4 بصلات متوسطين على نص كيلو رز ده. معايا نص كوبايه من الزيت، عايزه تقللي شويه قللي بس ما تقلليش قوي عشان الرز يبقى مفلفل معاكي. ادعكي بقى كل الكلام ده مع البصلايه، بيدي ريحه حلوه قوي لما تدعكي البصل بالفلفل بالرز قبل ما تحطي الخضره والطماطم وكل الكلام ده.
طبعا انا مش هسبك الصلصه، بحب او بحس ان الممبار بيحب اللي هو الني في ني. انتي بتحبي بقى تسبكي، فدي حاجه ترجع لك خالص براحتك يعني. قلبي بقى كله في بعضه. طبعا يستحسن الطماطم اللي انت هتحطيها ما تكونيش مزوداها ميه، يعني اضربيها على الخشن كده في الكبه من غير ما تزودي ميه، عشان ما يبقاش معاكي ميه وانت بتحشي. خلاص، انا طبعا بحشي الممبار وهو مقلوب برضو، يعني الدهنه تبقى من جوه علشان الدهنه دي بتسيح مع الرز كده، بتخليه مفلفل قوي، ومتبقاش فيه دهنه في بقك خالص على فكره. بتخليه مفلفل زي ما بقولك، والطعم حكايه. الحشو بقى انا بحط صباعين الابهام كده في الممبرايه بقلبهم عليها، وبحشي بالصباعين التانيين اللي قدام. لو عندك قمع برضه هيبقى سهل بالنسبه لك لو انت لسه مبتدئه. حاولي تقصريه شويه عشان يبقى سهل في الحشو، وما تمليهوش قوي عشان ما يفرقعش منك وهو بيتسلق او هو بيتحمر. طبعا ميه بتغلي فيها بصل وورق لورا، واوعي تحطي ملح. انزلي فيها الممبار بتاعك لما يستوي الرز ويستوي هو كمان. اقلي بقى بس بعد ما يتصفى من شوربته او الميه بتاعته. النار طبعا تكون عاليه او الزيت سخن زي ما انت شايفه كده، ولكني اول ما انزل بالممبار ما سيبش النار عاليه عشان ما يفرقعش في وشي. هدي النار بقى كده شويه وسيبيه مع نفسه يتحمر وياخد وقت، لكن مش هيفرقع في وشنا ولا هيطرطش على ايدينا ولا الكلام ده كله. وعلى ضمانتي. خلاص، اهم حاجه تهدي النار عليه شويه، تبقى نار اقل من المتوسطه بحاجه بسيطه. اهو بصوا، خد بقى اللون الذهبي الجميل ده ومقرمش وتحفه وزي الفل. اقلي بقى بضمير. طبعا احنا لسه سايبين الكرشه بتاعتنا على النار، مهديين بس النار عليها شويه بعد ما غليت، ونسيبها بقى تتسبك وتستوي كده وتبقى زي الفل زي ما هوريكم دلوقتي. عايزه اقول بس ما نحطش الملح في الكرشه من اول ما تبدا التسويه، لا، بعد ما تستوي الكرشه بتاعتي بملحها زي اللحمه بالظبط. ما تنسونيش بقى من دعوه حلوه، وان شاء الله لو عجبكم الفيديو تعملوا له شير وتعملوا اشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رايكم وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين.